وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد، ولا بأس باستدامة أثر الطيب بعد الإحرام. نعم. يعني حتى لو فضل الطيب بعد الإحرام لا مشكلة. هذا بالنسبة للرجال. نعم. ثم يصلي ركعتي الإحرام بعد الغسل وقبل الإحرام، لما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم، ثم يلبي عقب الصلاة عند ثم يلبس ملابس الإحرام ويحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه. والأفضل أن يقدم الإحرام بالحج قبل يوم الثامن من ذي الحجة اللي هو التروية، ثم يؤدي مناسك الحج في الأول. وما المطلوب من الشخص المتمتع الذي أدى العمرة وتحلل ثم أحرم بالحج؟ في مقابل أنه تمتع بالسفر بقى من العمرة إلى الحج للملابس الكعبة، ماذا يفعل؟ عليه هدي لأنه أيسر من الهدي، وعليه أيضا سعيان، سعي العمرة الذي أداه وسعي الحج، يعني يسعى بعد الوقوف طواف الوقوف، ثم يسعى سعي الحج بعد طواف الحج، ثم يطوف طواف الإفاضة وليس عليه سعي المرة الثانية لأنه سعى بعد طواف القدوم. إذا الحج القارئ عليه سعي واحد وطواف القدوم. وهو